شكارة حليب حبيبة بعضنا حدد أفضل خام ديسير بأبسط المقادير. بتنسوني شجام وأبوني. يلا نبدأ بسم الله. في بودرة كاس حليب 3 مغارف تاع المايزينا وخلطهم بيان حتى دابت لي هذيك المايزينا. في جهة أخرى نجيبو كسرونة نديرو فيها 6 مغارف كبار نتاع السكر، نديروها فوق النار قليلة وتذوب لنا في غرتها. من داك لداك نحركوها حتى تذوب لنا وتعطينا كراميل يكون شباب. بعد ما دابت لي نزيدو عليها كاس حليب، غادي تشوفوها ولات حجره. هنايا نورمال ما تخافوش، كملوا حركوا على النار تكون متوسطه وزيدوا كاس الزاوج. انا دات لي هنا حوالي 2 كيسان. نبقاو نخلطوا فيها حتى تذوب. هنا غادي تبدا تذوب لكم غير بشويه. شوفوا بقات لي انا غير هذه، ومن بعد كينا نكمل نحرك حتى تذوب لي تماما كيما كتشوفوا. من بعد كينا نجيبوا مغرف تكون معمره نتاع المرغرين. هنايا المرغرين على درتها بها. من بعد كاين الكراميل ما يتكتليش ويولي لي حجره. من بعد كنا نجيبوا هذاك البول اللي درنا فيه المايزينا والحليب ونخلطوهم ونبداو نخلطوا بتحريك المستمر بلا ما نقلعوا هذيك الفوي. شوفوا غير ترفد لي الغليه الاولى نقلعها ديريكت نفرغوها في ليفغين نتاعنا. لك إضافة هذا الكراميل اللي يعطيني الذوق بزاف شباب. إلا عندك ديري ولا ما عندكش تقدر تستغني عليه. هنا كانوا عندي حبيبة تاع البنان قطعتهم وزينت بيهم. إلا ما عندكش شي ما توفر تقدر تستغني عليهم وتكتفي بهذاك ديسير كراميل اللي يجيك بزاف بنين. وهنا يا راي وجدت حليه تاعي. شوفوا جدي بزاف شابه وبنينه. نتمنى تجربوها وتردوا لي بالخبر. صحه فطوركم وصحه.